يا مساء الخير، انا دلوقتي بالليل. دخلت ابص على الكتاكيت بقى عشان احط لهم العشاء بتاعهم. بصوا الطبق، لقيته الطبق فاضي. وبصوا موقعين قد ايه علف. بصوا العلف قد ايه اللي موقعينه في الارض. شايفين؟ طبعا شربوا الميه بالنشا بالبصل بالليمون زي ما انتم شايفين كده اهو. وبصوا بقى العلف كله مدلوق ازاي في الارض عشان ما حطيت لهمش العلافه. حبيت بس اوريكم الكتاكيت دي مش طيبه، يعني لازم تحط لها العلافه. لما تحط لها العلافه بقى ما توقعش كل الكلام ده. شايفين؟ وفي طبعا علافات صغيره وفي علافات كبيره على حسب العدد اللي عندك. طبعا العلف ده هرميه، مش هينفع اكله اي حد تاني لان هم عاملين فيه فضلات، فمش هينفع ان انا اكل. لازم اخده كده اشيله ارميه واحط لهم بقى العلافه بتاعتهم باللي علف فيها. انا هنا اهو نضفت لهم العشه يعني شويه كده بالليل، وزودت لهم الميه اللي فيها النشا والليمون والحاجه، وحطيت لهم العلافه اهي. ولميت بقى كل اللي هو كان ايه الفضلات اللي باقيه اللي منهم، والعلف اللي مبلوع على الارض منهم. كده بقى هغطيهم واقول لهم تصبحوا على خير لحد بكره الصبح ان شاء الله. استنوني بكره ان شاء الله في فيديو جديد، وارجو ان انتوا تعملوا لي اشتراك ولايك. ويا جماعه أنا يعني ما شاء الله المشاهدات عاليه لكن الاشتراكات قليله قوي. يعني يا ريت نشترك ونعمل لايك عشان نفعل الفيديو، والفيديو يعني ناس كتير تشوفه وتشجعوني ان انا اعمل فيديوهات تانية. اترككم في رعاية الله. يا رب الفيديو يكون خفيف ويكون عجبكم، واتمنى تعملوا لي لايك واشتراك وتشجعوني.